ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. زي ده متطابق، يعني مثلا اخوات توأم، ده زي ده يبقى ايه؟ متطابقين، برافو عليه. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي يا حبايبي في كل مكان، يا تاني اعداد، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان شاء الله النهارده الحصة الاولى من الهندسة. عندنا يا باشمهندس 7 دروس في الهندسة باذن الله. النهارده هناخد الدرس الاول، درس جميل وسهل اسمه التطابق. يا باشمهندس قبل ما تبدا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتشير الفيديو مع كل اصحابك باذن الله عشان نكبر ونوصل بيكم باذن الله نكون اكبر عائله رياضيات في مصر. عاوزك منك بس لايك واشتراك وشير الفيديو بس مع كل اصحابك. يلا بينا يا باشمهندس نبدا. بيقول لك التطابق. عندنا اول حاجه تطابق قطعه مستقيمه. يعني ايه قطعه مستقيمه يا باشمهندس؟ انا شرحتها والله في اول حصه في الهندسه في كورس الاساسيات. طيب القطعه المستقيمه بيكون ليها بدايه وليها نهايه. يبقى القطعه المستقيمه يا قلبي بيكون ليها بدايه وبيكون ليها نهايه. شاطر. طب امتى تطابق؟ كلمه تطابق يعني ايه؟ ده زي ده متطابق، يعني مثلا اخوات توأم، ده زي ده يبقى ايه؟ متطابقين، برافو عليه. طيب بيقول لك اذا كانت متساويه في الطول، يعني عندي قطعه 3 سم وقطعه ثانيه 3 سم، يبقى اذا القطعه الاولى تطابق القطعه الثانيه. طب التطابق بتتكتب ازاي يا باشمهندس محمد؟ تعالى يا حبيب القلب، قلب الباشمهندس. طيب هتكتب القطعه المستقيمه A B، القطعه المستقيمه A B تطابق، شايف تطابق بتتعمل ازاي يا ولا؟ تساوي وفيها واحده علامه طايره كده، تطابق القطعه المستقيمه. شاطر. سي دي. هتقول لي ليه يا باشمهندس؟ اقول لك عشان متساويين في الطول. يبقى اذا تساوت القطعتان المستقيمتان في الطول اذا القطعتان متطابقتان. شاطر. يبقى اول حاجه في التطابق تطابق قطعه مستقيمه. تاني نعيده تاني وثالث ورابع لحد ما تفهم. اول حاجه اذا كانت متساويه في الطول، يعني دي 3 سم ودي 3 سم، يبقى اذا القطعه اي بي تطابق، شايف العلامه دي اسمها ايه؟ تطابق. هكتبها لك اهي يا عم، تطابق. القطعه المستقيمه سي دي لو كانوا مساويين في الطول. طيب تاني حاجه تطابق زاويتين. قلنا القطعه المستقيمه لو كانوا مساويين في الطول. طيب زاويتين لو متساويتين في القياس، يعني اذا كانت متساويه في القياس، يعني الزاويه الاولى بتساوي الزاويه الثانيه، يعني دي ب 60 ودي ب 60 ايا كان بقى، جايه لك واقفه جايه لك نايمه جايه لك ايا كان يا باشمهندس. طيب يبقى تطابق زاويتين اذا كانت متساويه في القياس، يعني دي 60 درجه ودي 60 درجه. طيب ملاحظات على الاسئله اللي بتيجي. بص يا باشمهندس، هيقول لك اذا كانت قطعتان على القطعه المستقيمه بقى، اذا كانت قطعتان مستقيمتان متساويين في الطول فاوجد ايه مثلا بي ناقص سي دي. هتكتب له ايه؟ دي 3 ناقص 3 بكام؟ شاطر، بصفر. طيب هيقول لك عاوز الاي بي على السي دي، دي ب 3 على 3 هتساوي 1. بس افكار سهله يا باشمهندس، الرياضه مش حفظ، الرياضه فهم. طيب تطابق زاويتين، هيقول لك اذا كانت زاويه تتمم زاويه والزاويه دي متطابقه. طب تتمم دي ب 60 يبقى تتمم يعني مجموعهم 90 في الكورس في اول حصه، هيبقى الثانيه ب 30. شاطر. بس تكمل 180. طيب يا باشمهندس خدنا تطابق قطعتان مستقيمتان وخدنا تطابق زاويتين، يلا بقى نخش النهارده في تطابق مضلعين. يعني ايه كلمه مضلع؟ انا عاوزك تفهم الاول. يعني مضلع ده يعني شكله خماسي رباعي، ماشي؟ مضلع. طيب ليه اضلاع كتير؟ طيب بقول لك ليه شرطين. احنا قلنا في القطعتان المستقيمتان شرط والزاويتين شرط، اما المضلع شرطين يا باشمهندس. هما ايه؟ اذا كانت اضلاعها المتناظره متساويه، اذا كانت اضلاعها المتناظره متساويه، واذا كانت الزوايا المتناظره متساويه في القياس. طيب يبقى متساويه في الطول الاطوال الاضلاع، والزوايا القياس المتناظره متساويه في القياس. طيب انا مش فاهم حاجه، تعالى ده مضلع وده مضلع.
بيقول لك يا باشمهندس ده مضلع اسمه ال ام اكس واي زد. ركز، هكتب ازاي؟ ال ام اكس واي زد يطابق المضلع. شوف يطابق ازاي؟ دي يطابق. انا بدات هنا بال، هبدا بدي، هيبقى دي اي اي بي سي، دي اي اي بي سي. طيب انا بقول لك المضلع ده يطابق المضلع ده، يبقى اذا اطوال الاضلاع المتناظره متساويه في الطول، واطوال والزوايا المتناظره متساويه في القياس. طيب بص يا باشمهندس، عندك طريقتين تجيب بيهم الاطوال الاضلاع متساويين. يعني بيقول لك ان AB تساوي اكس واي، صح ولا لا؟ ولكن انا بقول لك طريقه ثانيه احسن يا باشمهندس. تعالى معايا تكتب يا باشمهندس، تكتبهم صح. اهم حاجه اللي هو ايه؟ المضلع. وتاخد اللي اول اثنين مع اول اثنين، يعني تاخد ال ام مع دي اي، يبقى ال ام تساوي الدي اي، يبقى خدنا ده مع ده. طيب ام اكس مع اي ام اكس وتساوي اي شاطر. طيب اكس واي مع اي بي، اكس واي مع اي بي شاطر. طيب واي زد مع بي سي شاطر. يبقى الاي بي بتساوي الاكس واي، والال ام هتساوي الاي دي، والاي بي هتساوي الاكس ام، والواي زد، فين الواي زد يا باشمهندس؟ ده الواي زد هيساوي البي سي. طيب فاضل كده ايه؟ ضلع اللي هو ايه؟ الدي سي، اللي هو ده دي سي. الدي سي يا باشمهندس هتساوي ال شاطر ال زد. اذا انا جبت اطوال الاضلاع من، كتبت المضلع صح طلعت منه، او من الرسم. كل الاضلاع المتناظره متساويه في الطول. طيب الزوايا يا باشمهندس، الزوايا يبقى دي اسمها اطوال الاضلاع. طيب الزوايا، يعني ايه الزوايا؟ يعني زاويه A تساوي زاويه، شاطر، زاويه A تساوي زاويه X. طيب زاويه E تساوي زاويه E تساوي زاويه، شاطر، زاويه M. طيب زاويه D تساوي زاويه، برافو، زاويه L. طيب زاويه B هتساوي زاويه، شاطر، زاويه Y. طيب فاضل لنا كده زاويه ايه؟ زاويه Z. زاويه Z هتساوي زاويه، شاطر يا باشمهندس، زاويه C. اذا دي الزوايا. الزوايا الاضلاع المتناظره متساويه في الطول، والاطوال والقياسات الزوايا المتناظره متساويه في القياس. تمام؟ يلا بينا ناخد شويه ملاحظات وناخد مثال نشوف السؤال بيجي ازاي. هيجي اسهل ما يمكن. تفهم معايا باذن الله. يلا بينا يا باشمهندس. يلا بقى يا باشمهندس نشوفوا الامثله بتيجي ازاي. يلا بينا. بيقول لك في الشكل المقابل المضلع A B C D. فين؟ A B C D ده يا باشمهندس صورة المضلع A B E F. A B E F يعني صورته يا باشمهندس. لما يقول لك مضلع صورة مضلع يعني متطابقين بس مخبى عليه. يبقى لما يقول لك مضلع صورة مضلع يبقى متطابقين. طيب في A B، الاي بي ده ايه؟ عامل مشترك بينهم. فما قيمة كل من اكس وواي؟ سهلة خالص يا باشمهندس. فين اكس؟ اكس فيها الخمسة. طيب مش ده يطابق ده؟ طيب هو هنا الدي سي مش يطابق الاف اي، صح ولا لا؟ مش ده زي ده؟ سهله اهي. يبقى الخمسة اكس هتساوي 10، الخمسة اكس هتساوي 10. طيب اذا الاكس يا باشمهندس هقسم على الخمسة، يبقى الاكس بكام؟ ممتاز، ب2. يبقى الاكس ب2. صعبه؟ الامثله سهله يا باشمهندس. طيب واي، عاوز واي دي زاويه. طيب مش دي 130؟ يبقى اللي في ريحها دي كام؟ ممتاز، مش متطابقه يا ولا ب 130. طيب
دول مش متجمعين حول نقطة، يعني مجموعهم شاطر 360. أي زوايا متجمعة حول نقطة مجموعها 360. طيب دي ب 130 وجبت دي كمان ب 130. طب الباقي 100 ليه؟ 360 ناقص 130 زائد 130 هيدينا 360 ناقص 260 هتساوي 100. إذا الاثنين واي ب 100 مش الواي، يبقى الاثنين واي برافو، الاثنين واي هتساوي 100. اذا الواي يا باشمهندس ممتاز، الاثنين ب 100 الواحده ب 50، يبقى اكس ب 2 سم وواي ب 50 درجه يا باشمهندس. بس كده خلصنا حصتنا تطابق قطعه مستقيمه، تطابق زوايا، تطابق مضلع. فاضل لنا بقى التطابق المثلث، 5 حالات هنشرحهم في فيديو تاني، انتظر اقوى شرح ليهم، مش هتتلخبط فيهم تاني يا باشمهندس. مش هطول عليك بقى، ما تنساش تشترك في القناه وتضغط لايك وتفعل زرار الجرس وتشير الفيديو مع كل اصحابك عشان نكبر باذن الله، عشان باذن الله نشرح لكم احسن شرح في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.